بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في سلسلة فيديوهات الستيل ستراكشر فابريكيشن. وكنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت على انه ازاي اقدر استعدل وازاي اتني قمر الستيل ستراكشر باستخدام انماط التسخين المختلفة او اللي قلنا عليها الهيت باترن. تعالوا بقى في فيديو اليوم اللي بعنوان البندنج اوف سي شانل توردز الويب نشوف ونستعرض ازاي هنقدر نتني كاميرا اليو بي ان او كاميرا المجرى او كاميرا السي في اتجاه الويب باستخدام انماط التسخين المختلفة اللي هي اللاين هيت والفي هيت والسبوت هيت والبلوك هيت. يعني لو الكاميرا عندي في الوضع العادي او في الوضع النورمال اللي هو الستريت او الوضع العدل زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة، وعايز اتنيها واخلي اتجاه التاني في اتجاه الويب، يبقى لازم استخدم انماط التسخين المختلفة، والنمط اللي هستخدمه هو الفي هيت. طب الكلام ده او النمط ده هستخدمه ازاي؟ قال لك تعال نشوف مع بعض. اولا الكاميرا تبقى عندي موجودة بالفلانشتين بتوعها. هجيب لمبة التسخين او تورش التسخين وابدا اسخن على الفلانشة العلوية، وفي نفس الوقت كمان هجيب بك التسخين وابدا اسخن على الفلانشة السفلية. طب عملية التسخين دي هتتم في شكل ايه؟ قال لك في شكل في. طيب شكل الفي ده هيبقى ايه؟ قال لك والله عن طريق رسمة مثلث. المثلث ده او مثلثين بقى، المثلثين دول واحد هيتحط على الفلانشة العلوية والتاني هيتحط على الفلانشة السفلية، وهخلي راس المثلث دايما في الحرف الخارجي بتاع الفلانشة، وابدأ التسخين من الراس الى القاعدة. طب ليه من الراس للقاعدة؟ هقول لك والله لان القاعدة هو اللي بيبدأ يحصل عندها عملية التانية، وعشان كده انا خليت القاعدة بتاعة المثلث في اتجاه الويب لان هو ده الاتجاه اللي انا عايز اتنى عليه. بعد ما اجيب التورشين بتوعي خلاص في نفس الوقت وفي نفس التايم هبدأ عملية التسخين من راس المثلث الى قاعدة المثلث في كلتا من الفلانشتين، الفلانشة العلوية والفلانشة السفلية. ومجرد ما اخلص التسخين في المثلث في الفلانشة العلوية والسفلية اخش باتجاه عرضي في اتجاه الويب، تمام، وابدأ اسخن. يبقى كده احنا حصلنا على الكاميرا المتنية او الاتجاه التاني بتاعي في اتجاه الويب. كده وصلنا لنهاية فيديو اليوم، فيديو بسيط كده. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. هنكمل ازاي برضو اقدر اتني كاميرا الستيل ستراكشر بانواعه المختلفة وقطعاته المختلفة. شكرا، سلام عليكم.